القصه ديال اليوم وقعت لواحد الراعي ديال الاغنام. هو راعي اغنام من دوك الرحال هذوك اللي ما كيستقروش في بلاصه معينه، يعني كيتنقلوا من بلاصه لبلاصه تابعين للبلايص اللي كتكون فيها الاعشاب المواشي ديالهم. المهم هذا الراعي هذا كيعاود قصته وكيقول بلي وقعت لي قصه حقيقيه مع الجن. المهم خلونا نبداو القصه، نبداو الاحداث من البدايه ديالها. السيد اللي وقعت لي هذه القصه هذيك الماشيه اللي كيسرح ماشي ديالو، هو غا خدام مع واحد السيد هو مول الشي. كانوا في واحد البلاصه شويه شويه بدا كينقص منها العشب والماكله ديال الماشيه ديالهم، يعني خاصهم يشوفوا شي بلاصه اخرى اللي يستقروا فيها واحد الشهر ولا شهرين على حسب البلاصه وداكشي اللي فيها. المهم داك السيد مول الشي غادي يلقى واحد البلاصه كانت تقريبا بعيده بشي 30 كيلومتر على البلاصه اللي هما فيها دابا، حيت هو عنده ديك البيكوب اللي كتمشي في الصحراء. المهم بقى تيقلب حتى طاح في ديك البلاصه وجا عند الخدام ديالو قال له راه لقيت البلاصه الفلانيه اللي نتحولوا ليها. المهم جمعوا الخيمه ديالهم، حيدوا داك الكرياج ديالهم اللي كيجمعوا فيه الماشيه وصاقوا ديك الماشيه ديالهم لديك البلاصه. المهم خدا منهم داكشي شي شويه ديال الوقت، حيت 30 كيلومتر وانت صايق الماشيه صراحه شي شويه صعيبه، ولكن ديك البلاصه اللي مشاو ليها كانت تستاهل. كانت واحد البلاصه اللي زوينه بزاف، كانت دايره بحال شي كوديه، كانت طالعه واحد شي شويه وعامره بالعشب. ولكن اللي غريب هو كيفاش بلاصه بحال هذه وما سبقهم ليها حتى شي واحد، حيت قريب من ديك البلاصه شافوا الخيام ديال دوك الرحال بحالهم. يعني علاش حتى واحد ما جا لهاد البلاصه هذه يجي يستقر فيها ويستافد من داك العشب اللي فيها. المهم كيقول داك الراعي هبطنا الخيمه ديالنا، نصبناها، صوبنا داك الكرياج ديال الغنم، هبطنا العلف ودوك القربات ديال الماء، صوبت ديك الطاقه الشمسيه والبطاريات. المهم كلشي داز مزيان الحمد لله. قال لي مول الشي صافي ها انت دابا غادي تستقر هنايا، انا غادي نمشي نهبط للمدينه، وإلا خصاتك شي حاجه هاد التليفون بيناتنا. غادي يديما لي الطوموبيل ديالو وغادي يمشي في حاله. بالعشيه غادي ندخل داك الماشيه ديالي للكرياج، طيبت ما ناكل، صليت صلاتي ومشيت نعست، حيت هاد الرحال هادو كيف ما عارفين راه كينعسوا بكري. ديك 9 هكذا كاع كتلقى صافي هو راه نعس، حيت تما راه الفيق بكري. راكم عارفين الحياه ديال الرحال. كانت هذه هي اول ليله ليه في هاد البلاصه هادي. كيقول مع 11 الليل هكذاك غادي تضربني الفيقه على واحد الصوت اللي غريب، صوت بحال تقول صوت ديال التوشويش بحال هكذا بحال هكذايا، يعني واحد الصوت اللي غريب وما مفهومش شنو هو. بحال تقول بزاف ديال الناس كيهضروا بواحد الصوت اللي خافت بشويه، كيحاول يركز مع داك الصوت باش يفهم شنو هو شنو كيقولوا، ولكن ما كيفهم حتى شي حاجه. المهم هو من طبيعه الحال الخدمه ديالو هي يحمي ديك الماشيه. قال هذا ما يكون غير شي شفار ولا شي حاجه بحال هكذا، شي حيوان ولا شي حاجه بحال هكذايا. المهم ناض حل الباب ديال الخيمه ديالو والصوت ديال داك التوشويش غادي يوقف. بقى كيدور بالبيل هكذا وهكذا تيقلب، ولكن ما كان حتى شي حاجه من غير الماشيه ديالو وصافي. بقى مستغرب اش هذا الصوت هذا، واش زعما نكون غير كنتوهم؟ لا ما يمكنش، انا متاكد بلا سمعته. المهم نعل الشيطان، رجعت لخيمتي وكملت نعاسي. نعست تقريبا ديك 3 تاع الليل هكذاك، وعاوتاني المره الثانيه غادي تضربني الفيقه على الصوت ديال داك التوشويش، نفس داك الصوت. قلت لا صافي هادشي ماشي تهيؤات. خرجت ثاني قلبت على المصدر ديال داك الصوت، قلبت وسط الماشيه اللي يكون شي شفار مخبي ما بين الماشيه، ولكن والو ما كاين حتى شي حاجه. المهم رجعت كملت نعاسي حتى غادي يوصل الفجر. المهم صافي نضت فطرت، خرجت ديك الماشيه ديالي وعقلي بقى مشغول مع داك الصوت ديال داك التوشويش ديال البارح اللي ما خلانيش الناس، اللي فيقني 2 المرات. واش غا كنت كنحلم ولا كنت كنتوهم؟ صراحه ما عرفتش. كيقولوا انا سرحت تما صدفه غادي نتلاقى بواحد من الرحال حتى هو كيسرح قريب من ديك المنطقه نيت. قال لي بالله هما نصبين الخيمه ديالهم وداكشي ديالهم بعيد واحد شي شويه على هذه المنطقه هذه، تقريبا شي نص كيلومتر هكذاك. المهم سلمت عليه وتعرفت عليه. على اي حال حنا جيران في هذا الخلا، واخا هو صراحه بعيد عليه واحد شي شويه، بعيد تقريبا شي نص كيلومتر. قلت لي انايا راه خيمتي لهيه في ديك الكوديه، نعيط ليه ديك البلاصه، زعما لا احتاجيتي شي حاجه راكم عارفين في بحال هذا الخلا هذا تكون خاصك وقيده ما تلقاش اللي يعطيها لك. فاش كيكون بعدا حداك شي جار ديالك كتعامل معاه، لا خصك شي حاجه وكعيتي تقدر تلقاها عنده، وتا هو لا خصك شي حاجه يقدر يلقاها عندك بلا ما تحتاج نتايا تهبط حتى للمدينه. المهم غادي يدوزوا دوك النهار مع بعضياتهم عادي، حتى غادي يسولوا داك الجار الاخر ديالو، ماشي مول القصه، ماشي اللي كيعاود القصه. قال لي واش انت مرتاح في ديك البلاصه جديده؟ قال لي هي زوينه البلاصه، وحتى جايه في ديك الكوديه جايه طالعه، زعما كتطلع على كلشي كيبان لي قدامي. المهم قال لي واحد البلاصه اللي زوينه تبارك الله، ولكن البارحه شنو وقع ليا وشنو وقع ليا شي صوت ديال شي توشويش سمعته 2 ديال المرات، فيقني منعس 2 ديال المرات. كنوض كنقلب على المصدر ديال داك الصوت ولكن ما كنلقى والو. واش عندكم هنايا شي بخوش ولا شي حشرات ولا شي حيوان اللي كيدير هذا النوع ديال هاد الاصوات ديال التوشويش بالليل؟ الجار ديالو غادي يضحك عليه والاخر غادي يستغرب كيفاش انايا كنعاود ليه هو كيضحك عليا. في داك الاستغراب ديالي قال لي البارح بالليل واش ما جاش عندك واحد الكلب؟ قلت ليه لا ما جاش، كيفاش جاني كلب؟ ما فهمتش. المهم زرب عليا دغيا قلب الموضوع، نساني كاع في داك الموضوع. انا صراحه استغربت واحد الشيء شويه، حيت هو راه ما غاديش يجي غير هكذاك وغادي يسولني على كلب، يعني داكشي عنده علاقه بداك الصوت. المهم في ديك الوقيته ديال العصر
كل واحد فينا صاق الماشيه ديالو وسد عليها في داك الكرياج ومشى وجد ماكلتو باش يرتاح باش يلقى باش يفيق الغد ليه. المهم هذيك الوحده تاع الليل هكذاك غادي تضربني الفيقه ثاني على نفس الصوت ديال البارح وش داك الصوت ديال التوشويش، ولكن هاد المره الصوت كان واضح مزيان. انا صراحه تعصبت وبديت كنعاير وكنزبل في هذا الصوت هذا، حيت على بالي انايا راه شي حشره هي اللي كدير هاد الاصوات هادو. المهم فاش غوت الصوت غادي يحبس واحد شي شويه وعاوتاني غادي يعاود يرجع. المهم عاوتاني تعصبت، هزيت داك البيل ديالي ونط كنفتش على المصدر ديال داك الصوت، ولكن نفس البلان ما كاينش كاع الاثر ديال شي حاجه. المهم رجعت ثاني نعست وكنت منزعج الصراحه، حيت هذا الشيء طلع لي في راسي كل شويه فيقني من الناس ويخسر لي الناس ديالي وانا محتاج الناس ونرتاح. ومع تقريبا نفس الوقيته ديال البارح 3 ساعات الليل غادي نسمع نفس الصوت، ولكن هاد المره الصوت كان قريب ليا اكثر من اي مره اخرى. انا صافي مليت من داكشي، غطيت راسي وجبدت عليها بناتها حتى طلع الصباح. الغد اللي عاوتاني تلاقيت بداك الجار ديالي اللي قريب مني وقلت ليه داخلنا عليك بالله الا كنتي كتعرف شنو السبب ديال داك الصوت راه ما كيخلينيش الناس بالليل، قول لي السبب ديال داك الصوت. ولكن هو عاود سولني نفس داك السؤال، واش ما جاكش شي كلب البارح؟ قلت ليه لا ما جانيش، علاش ديما كتجبد لي هذا الكلب هذا؟ ولكن هو ما كانش باغي يقول لي. من بعد في القصه غادي نعرفوا علاش ما بغاش يقول ليه على القضيه ديال الكلب من دابا. المهم بحال البارح ثاني دغيا غادي يقلب لي الموضوع، جبت لي شي موضوع اخر ونساه في داكشي اللي كانوا كيهضروا عليه. بالخصوص هذا الراعي اللي كيعاود القصه هو على بالو راه شي حشره هي اللي كدير هاد الاصوات ديال التوشويش، بحال تقول الشكل ديال داك الصرصار بالليل اللي تيبدا يصفر يصفر يصفر، غير كيسمع الحركه ديال بنادم حداه ولا شي حاجه تحركات حداه صافي كيتخزن وكيوقف داك الصفير. المهم العشيه عاوتاني كل واحد غادي يرجع للخيمه ديالو، الروتين ديالهم كيف ما العاده، تعشى ونعس باش تلقى باش تفيق الغد ليه. ولكن في هذه الليله كلشي غادي يتبدل. هذه الليله غادي يفيق على الصوت ديال واحد الكلب كيغوت، الصوت ديال النباح ديال الكلب. شنو كيدير كلب في هذا الخلا هذا؟ حيت هذه المنطقه هذه اللي هما فيها راه منطقه شبه صحراويه، ما كيعيشوش اصلا الكلاب هنايا، وحتى هما اصلا ما عندهمش الكلاب ديال الحراسه، زعما اللي تقول راه جا من عند شي واحد من دوك الرحال اللي قرب ليه، يعني ما كيربيوش هما الكلاب. المهم غادي يحل الخيمه بشويه وغادي يطل، وهنا غادي تكون الصدمه. غادي يشوف واحد الكلب كيف ما وصفوه هو، كان كلب كبير وكحل وعينيه كيف ما وصفوهم كيلمعوا بين فيهم الشر والغدر، هكذا وصفوا عينيه. وهذا الكلب هذا كتحسو مسعور، يعني كيغوت وباغي ينقز عليك باغي يفترسك، يعني واحد الكلب اللي مسعور. المهم كيقول انا هزيت واحد العصا ديالي كانت على جنب قريبه ليا وبديت كنهش عليه بحال هكذايا باش نخلعو ويمشي يهرب بحالو، ولكن هو حلف لي يتحرك ما خافش مني كاع. انا قلت بلاتي كيفاش خونا كان كيقول لي واش ما جاش عندك واحد الكلب، وكل مره كيعاود لي هاد الهضره هذه على الكلب عندك يكون هذا ماشي كلب. وبديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير قلت هادشي ذكرت السميه ديال الله، الكلب بدا كيرجع للور بشويه. وهنا سولت راسي علاش فاش هشيت عليه بديك العصا الكبيره ما بغاش يرجع للور، وغذكرت الاسم ديال الله هو رجع للور. المهم بديت كنهش عليه بحال هكذا وكنذكر اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنهش بحال هكذايا حتى صافي بدا كيرجع وكيرجع للور حتى مشى في حاله. وعلى ذكر هذه القضيه هذه كاينين بزاف غادي يقولوا لي علاش كتذكر بزاف كلاب كحلين ومشاش كحلين في القصص ديال الجن بحال هكذايا. وانا غادي نوريكم غير جوج ديال الفيديوهات ديال واحد جوج د المشاش كحلين وانتم حكموا. الفيديو الاول ديال واحد الراجل كيقرا ويذكر الاسم ديال الله على واحد القط اسود، وداك القط كيبدا يدور بواحد الطريقه اللي صراحه غريبه، غير كيسمع الاسم ديال الله كيدور. المهم خليكم تشوفوا الفيديو. اللهم احبس عن كل شيطان، لا اله الا الله العظيم، لا اله الا الله الكريم، لا اله الا الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو الرزاق ذو القوه المتين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والانس، يا معشر الجن والانس الفيديو الثاني ديال واحد المش كحل شداتو واحد الكاميرا صدفه، كاميرا ديال الحراسه، غادي يقرب من واحد القنت كان مجموع فيها شي زبل وغقرب من تمايا وهي تشعل العافيه. كيفاش وقع هذا الشيء صراحه الله اعلم، انا بعدايا ما فهمت شي حاجه وما عرفتش. المهم حتى من بعد وديروا شي قصه على هذا الشيء ديال الكلاب السوداء والقطط السوداء. المهم هذا الراعي هذا كيف ما قلت لكم غادي يرجع يكمل النعاس ديالو مع تقريبا 3 هكذاك، غادي يسمع عاوتاني الصوت ديال النباح ديال داك الكلب، ولكن هذه المره الصوت ديال هذا الكلب هذا عند الباب ديال الخيمه، ولكن ماشي غير الصوت ديال الكلب هذه المره، غادي يسمع الصوت ديال الكلب وحتى الصوت ديال ديك الوشواشه ديال داك التوشويش، ولكن هذه المره الصوت ديال ديك الوشواشه كانت واضحه ودوك الكلمات اللي تيقولوا مفهوم
يومين. كانت كتقول ديك الصوت ديال الوشوشه نبح غوت صدعوا فيقوا غوت ما تخليش ينعس. وهنا عرفت بلا راه خيمنا فوق مكان ديال الجن وهما اللي كيديروا هذا الشيء وهما اللي كيحرضوا داك الكلب عليا. انا صراحه خفت وما قدرتش نعاود نخرج. بديت كنقرا الاذكار ديالي ومكمش ومخلوع بلاصتي والصوت ديال داك الشيء بقى حتى قرب يطلع الفجر عاد باش مشى في حاله. غادي يصبح الحال غادي نخرج الماشيه ديالي ومشيت قصد داك الجار ديالي اللي قريب لي اللي كان ديما كيعاود لي على الكلب. قلت لي داخلنا عليك بوجه الله لا ما قول لي شنو واقع في هذه البلاصه هذه اللي انا خيمت فيها. عاوتاني بدا كيحاول يتهرب عليا لا ما كاين والو علاش شنو وقع عليك شنو. المهم مره ثانيه غادي نعاود ليه. قلت لي داخلنا عليك بوجه الله لا ما قول لي شنو كاين في هذه البلاصه هذه. قال لي علاش شنو وقع عليك حتى وليتي مصر بحال هكذايا بغيتي تعرف شنو. قال لي داك الجار عاود لي بعدا شنو وقع لك في هذه الليله هذه وديك الساعه انا نعاود لك. قلت لي راه الكلب اللي سولتيني عليه يومين هذه راه جا عندي البارح جاني 2 المرات في الليل وشي صوت ديال شي وشوشه كيقول لي نبح غوت فيقوا غوت. وانت سولتيني على داك الكلب واش جا عندي قبل ما يجي عندي بيومين. قلت لي داخلنا عليك بوجه الله غا قول لي الا كانت شي حاجه ما تخبيهاش عليا. المهم تما داك الجار غادي يبدا يعاود ليا. قال لي شوف انا غادي نعاود لك هاد البلاصه اللي خيمتو فيها راه جاو الناس بزاف قبل منكم يخيموا هنايا ولكن حتى واحد ما قدر يجلس فيها. واش ما جاتكمش غريبه من الاول انه بلاصه بحال هذه اللي فيها الاعشاب وبلاصه زوينه جايه في الكوديه طالعه وما سبقكم ليها حتى شي واحد؟ يعني بحال تقول واحد البلاصه استراتيجيه وما مخيم فيها حتى شي واحد يعني راه فيها شي حاجه داكشي علاش متروكه بحال هكذاك. المهم قال لي انا اللي سمعت من القصص ديال الناس اللي سبقوكم لهاد البلاصه هذه في الليل كيجيهم واحد الكلب كيغوت وكينبح وكيسمعوا شي اصوات غريبه اللي ما كيعرفوش المصدر ديالها منين جاي. الغد ليه كيجمعوا الحوايج ديالهم وكيبدلوا ديك البلاصه. ولكن فاش سكنتو نتوما قلت ما نخلعكش من الاول ما جاش داك الكلب من النهار الاول كيف ما وقع مع الناس الاخرين حيت الاغلبيه ديال الناس كان كيجيهم داك الكلب في النهار الاول. قلت زعما راه كتولف على داك الصوت ديال داك الوشواشه ولكن فاش جا الكلب غيشوف كيفاش دير بدلها ولا شوف شنو غادي دير. المشكل هو انه مول الشيء ما كاينش كاين في المدينه. المهم غادي اتصل به وغادي يعاود ليه داكشي وقال لي بلا ان شاء الله الغد ليه وغادي نجي عندك ونشوفوا شنو غادي نديروا. المهم العشيه دخل الماشيه ديالو تعشى ومشى ينعس عاوتاني على امل يدوز ديك الليله بخير حيت هو ما عنده حتى شي حل اخر واش يسمح في ديك الماشيه اللي هي غا امانه ديال داك مول الشيء. راه ما يقدرش يدير هادشي حيت الا وقعت شي حاجه للماشيه راه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه. واخا غادي يزيد يبات هاد الليله هادي مع الجن ولكن ما عنده حتى شي خيار اخر. المهم في ديك الليله ثاني على ديك الساعه 11 12 هكذاك تاع الليل غادي يفيق ثاني على نفس داك الصوت ديال داك الكلب والصوت ديال ديك الوشواشه بحال بزاف ديال الناس كيهضروا في خطره وكيقولوا غوت عليه فيقوا صدعوا ما تخليش ينعس ما تخليش يذوق الطعم ديال الناس فيقوا غوت نبح. دابا بغيتكم غير تحاولوا تتخيلوا معايا هذا الراعي هذا اللي بيت مع الجن وما عنده حتى شي حل اخر. انسان معزول وسط الخلا اقرب جار عليه بعيد عليه بنص كيلومتر تقريبا والكلب اللي ما نعرف اش من نوع ديال المخلوقات هذاك واش كلب ولا شي حاجه اخرى بعدا ودوك الاصوات ديال الجن اللي كيحرضوا عليه داك الكلب. صراحه هادشي راه كيرعبني ديال بصح ما تبغيش حتى شي واحد يعيش هاد اللحظه هادي وهاد الشعور هذا. المهم بقى كيفكر شنو غادي ندير غادي نوض غادي يفتح الباب ديال الخيمه فتح فيه غير واحد الشوق اللي يطل منه وغطلم ديك الشقه غادي يشوف داك الكلب مسعور قدام الباب نيت مباشره. غادي يصد ديك الشقه اللي حل وغادي يطيح عليه واحد الفكره. الخيمه كان عندها واحد الباب من الجهه الاخرى حيت ديك الخيمه كانت كبيره. المهم غادي يخرج من الجهه الاخرى غادي يخرج تسللت قالوا انا خارج مسللت كنت كنسمع الصوت ديال داك الكلب كيغوت بجد من الجهه الاخرى ديال الخيمه وانا نشدها بجريه وهربه حتى وصلت للخيمه ديال اقرب جار ليا داك اللي بعيد عليا بنص كيلومتر تقريبا. بديت كنعيط عليه في داك الليل حتى فيقته وعاودت ليه كلشي شنو وقع ليا. قلت ليه راه عقلي كان غادي يخرج من داك الصوت ديال داك الكلب ودوك الاصوات ديال داك التوشويش. قلت ليه راه ما قدرتش الناس والخوف قتلني غير شوف كيفاش دير معايا هاد الليله هادي خليني نبات معاك. المهم الجار الاخر حتى هو واحد الانسان اللي ظريف والله يعمرها دار. راكم عارفين دوك الرحال تيكونوا واحد الناس اللي طيبين وظريفين. قال لي مرحبا بك جلس تبات معايا فين كاين المشكل. المهم كيقول بقيت معاه حتى صبح الحال ومشيت لجهه الخيمه ديالي بالصباح. البلاصه كتبان عاديه تقول ما فيها والو وما وقع فيها حتى شي حاجه البارح بالليل يعني كتبان واحد البلاصه اللي عاديه بالنهار على العكس ديال الليل اللي كتكون هاد البلاصه هادي مرعبه ديال بصح. المهم خرجت ديك الماشيه ديالي على ما يوصل مول الشيء حيت هو قال لي على حساب اليوم غادي يجي. المهم جا وعاودت ليه كلشي 1 2 3 قلت ليه هاد البلاصه هادي اللي خيمنا فيها راه مسكونه راه خيمنا فوق المسكن ديال الجن وقيله انا راه ما نقدر نزيد حتى شي نهار هنايا. غادي يحاول معايا مول الشيء قال لي غير حاول تعايش مع هاد الاصوات هادو راه واقيلا غير كتهيئ ولا كتخيل ولا شي حاجه بحال هكذايا ولكن والو. انا بقيت مصر عليه. قال لي شوف غصبر راهي شي شويه راه غادي يمشي داكشي شويه الاذكار وداكشي راه غادي يمشي داكشي. من طبيعه الحال حيت مول الشيء ما شغلوش في الراعي ولا الراحه ديالو. المهم عنده هو يستافد من ديك البلاصه اللي فيها العشب الماشيه ديالو. المهم غادي يقول ليه شوف كيفاش دير زيد صبر غير شي ايام قليله واحد 3 ايام ولا 4 ايام على ما نلقاو شي بلاصه جديده وديك الساعه نتحولوا ليها ماشي مشكل. وغادي يمشي يرجع للمدينه وغادي يخليه يعني بحال تقول من الاخر
قال لي ضب راسك عاود المحاينك بحال هكذايا نيت. المهم داك الراعي من طبيعه الحال ما بقاش قادر يستحمل يبات في هذه البلاصه هذه المرعبه، ولا كيدخل الماشيه ديالو بالعشيه وقبل ما تغرب الشمس كيمشي عند داك جارو باش يبات معاه. غادي دوز تقريبا شي 3 ايام 4 ايام بحال هكذاك حتى غادي يرجع داك مولشي اللي خدام عنده هو. المهم جا وهضر مع داك الراعي الاخر، داك الروحه الاخر اللي قلت لكم ساكن تقريبا مشي نص كيلومتر عليه، اللي كان كيبات معاه هاد الايام هادو. المهم غادي يبدا يشرح ليه ويعاود ليه كلشي. قال ليه راه بصح هاد البلاصه هادي راه مسكونه وراه ناس كثار قبل منكم جاو لهنايا وهربوا من هنايا في نهارهم الاول. بقى كيهضر معاه حتى غادي يقنعوا. المهم تما داك الراعي وداك مولشي غادي يجمعوا داكشي ديالهم باش غادي يشوفوا شي بلاصه جديده فين يخيموا. وصافي كانت هذه هي القصه ديال هذا الراعي هذا مع الجن. بالنسبه لهاد القصه هذه راه قصه حقيقيه وقعت بصح، ولكن السؤال اللي مطروح واللي جاني انا غريب هو واش داكشي اللي كان كيجي عنده في ديك الصوره ديال داك الكلب الاسود واش هو كلب النيت، مع العلم انه في ديك البلاصه ما كاينينش الكلاب كيف ما قلت لكم، منطقه شبه صحراويه، ولا هو شي كائن كيتسيف في ديك الصوره ديال الكلب، ولا هو جني، ولا شنو داكشي، ولا داكشي كيحرش شي حاجه اللي كاينه في ديك البلاصه اللي هما خيموا فيها. صراحه الله اعلم، وبزاف الاسئله اللي محيره. المهم ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم على هذه القصه هذه وعلى هذا الكلب الاسود هذا اللي كان كيخرج لهذا السيد، وداك الصوت ديال داك التوشويش اللي قلت لكم بحال بزاف ديال الناس كيهضروا. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم على هذه القصه هذه تحت في التعليقات.